السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مي وليد. إن شاء الله هنحل مع بعض اختبار صف خامس ابتدائي. التوفيق والنجاح إن شاء الله بإذن الله. أول سؤال بيقول معانا الرقم 8 و67 جزء من 100. عايزين نقربه الأقرب عدد صحيح. فين العدد الصحيح اللي هو 8؟ 8 عندي ده العدد الصحيح، وده الكسر اللي هو 67 جزء من 100. هنبص على الرقم اللي قبل التمانية يبقى 6. 6 طالما أكبر من 5 بدود على التمانية واحد، هيبقى التقريب 9. يبقى 8 زائد 1 9. شوف سؤال رقم 2. الرقم موجود في الخانة جزء من 1000 في العدد العشري 13 و457 جزء من 1000. فين الرقم جزء من 1000؟ تعالوا نمشي كده مع بعض. ال 13 عدد صحيح، وادي 4 جزء من 10، 5 جزء من 100، السبعة جزء من 1000. إذا الإجابة عندي هو رقم 7. السؤال رقم 3. العدد 125 و75 جزء من 100. عندي ال 125 صحيح، والباقي من العدد اللي هي الكسر اللي هو عبارة عن 75 جزء من 100. يبقى الإجابة عندي 75 جزء من 100. ادي الإجابة رقم ب. السؤال رقم 4. 2.5 زائد 3.5. بجمع الاتنين مع بعض، 5 و5 10، يبقى صفر معايا الواحد. 2 و1 3 و3 و3 6، يبقى 6 صحيح. يبقى الإجابة 6 صحيح. سؤال رقم 5. المتغير في المعادلة. ادي المعادلة جمع اهو، ده رقم صحيح وده رقم صحيح. مين المتغير؟ الاكس. يبقى المتغير معايا هو الاكس. المضاعف المشترك الأصغر من م ألف للعددين 3 و7. 3 مفيش عوامل ليها إلا الواحد وتلاتة، والسبعة مفيش عوامل ليها إلا الواحد والسبعة. يبقى دول أعداد أولية. يبقى عواملهم م ألف نجيبهم ازاي؟ نضربهم في بعض. يبقى 3 في 7 ب21. السؤال اللي بعد 7. العدد إيه ليس عامل من عوامل العدد 24؟ ليس عامل. يبقى إذا رقم مفيش نضربه في بعض، نضربه في كام؟ يدينا 24. 2، لا 2 في 12 ب 24. التلاتة 3 في 8 ب 24. 4 في 6 ب 24. يبقى مين العدد؟ 5. طيب 8100 على ال 900، الأصفار هتروح مع الأصفار. ما نيجي نحل أهو الصفر. الصفر بيروح مع الصفر في القسمة بالذات. أصفار بتروح مع بعض. 81 على 9 فيها التسعة. 9 في 9 ب81. شجرة العوامل المقابلة تحليل العدد إلى عوامله الأولية. أجيب الرقم اللي فوق ده إزاي؟ بضرب 2 في 10 ب20. يبقى عوامله الأولية 20. المقسوم عليه في المسألة هو رقم كام؟ ده المقسوم وده المقسوم عليه وده خارج القسمة. يبقى المقسوم عليه هو ال43. إذا كان 5 في 17 بيساوي 85، فإن 85 على الخمسة بتساوي أكيد طبعا 17. طيب تستخدم ملك 2322 جرام من السكر يوميا، فإن عدد الجرامات من السكر التي تستخدمها ملك في 30 يوم هو إيه؟ يبقى هنضرب عندي 2322 في ال 30 يوم. أسهل على نفسي على طول، طالما في صفار في الضرب بنزل الصفر وأضرب على طول. نزلت الصفر. 2 في 3 ب6. 2 في 3 ب6. 3 في 3 9. 2 في 3 ب6. يبقى الرقم 69660. إجابة رقم ج. في الخوارزمية المعيارية المقابلة فإن الناتج الضرب النهائي هنضرب بقى إيه الأول في 4 في 8 و4 في 5، بعد كده نجمع عملية الضرب العادية اللي احنا متعودين عليها. يبقى 4 في 8 ب32، 3 جنبي أهي. 4 في 5 ب20، 20 ومعايا 3 يبقى إيه؟ 23. 2 في 8، 2 في 8 ب16. 6 ومعايا الواحد. 2 في 5 ب10 وواحد 11. أجمع بعد عملية الضرب جمع. 2 تنزل طبعا هنا صفر. 2 زائد صفر 2. 3 و6 9. 2 وواحد 3 والواحد ينزل. يبقى معايا 1392. هي الإجابة رقم ب.
5/10 في 1/10. 1 في 5 ب5. تمام؟ ادي الواحد في 5 في 5. العلامة هنا بعد ايه؟ نجمع العلامات. هنا بعد رقم وهنا بعد رقم، يبقى العلامة بعد رقمين، يبقى 5 0 علامة 0. يبقى الإجابة رقم د. ما نتلخبطش ونكتب في 5 على طول، لا. في الضرب بنجمع العلامات بعد ما نضرب. 5.2 لتر بيساوي كام ملي؟ قلنا اللتر فيه 1000 ملي، يبقى القاعدة إن اللتر فيه 1000 ملي لتر. أنا عندي الرقم 5.2. أما نيجي نضربهم في 1000، العلامة هتتحرك جهة اليمين، هنعد بالعدد الأصفار، 1 2 3، هتبقى الإجابة 5 2 ونحط الزيرو زيرو، يبقى 5200. يبقى الإجابة معايا رقم ج 5200. 70 على 7/10. أدي 70 على 7/10 يعني 7/10. مقام المقام بسط، يبقى أضرب هنا في 10، يبقى 70 في 10 ب700، على 7 هتساوي 100، يبقى الإجابة 100. 2.5 كيلو جرام بيساوي كام جرام؟ القاعدة عندنا بتقول إن الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام. أجي بقى أكتب الرقم، يبقى 2.5 في 1000، أحرك العلامة جهة اليمين وأعد الأصفار، 1 2 3، أدي إيه يساوي، أدي الاتنين وأدي الخمسة، 1 و2 3 بكملهم أصفار، يبقى 2500. يبقى الإجابة ج. آه في نموذج مساحة المستطيل المقابل، حاصل الضرب هو إيه؟ هضرب ده وده ده، يبقى 72 زي متعودين في 12، وبعد كده أضرب 72 في 12، نشوفهم مع بعض. بحب أنا أجمعها أعملهم كده على طول عشان يبقى أسهل لي. نضرب مع بعض، 2 في 2 ب4، 2 في 7 ب14، 1 في 2 ب2، 1 في 7 ب7، أجمع يبقى 4 6 8. الإجابة رقم باء 864. طيب المسألة دي ترتيب العمليات الحسابية. أما يكون عندي جمع وقسمة، قلنا بنعمل أول خطوة إيه؟ بقسم وبعد كده أجمع، ما نتلخبطش. يبقى بقسم الأول، يبقى أول خطوة القسمة ثم الجمع. يبقى أقسم 100 على 10 فيها 10، زائد أجمع عليها 14، يبقى معايا 24. يبقى الإجابة رقم ج. الآخر سؤال رقم 20، إذا كان المدخل 7 والقاعدة هي n في 3، فإن المخرج إيه؟ يبقى المدخل هي ال n في 3 هتساوي الإجابة. الإجابة هي المخرج. طيب نشوف المدخل بقى، نعوض كده، نشيل ال n، هنشيل ال n ونحط مكانها المدخل اللي هو 7. يبقى 7 في 3 هتساوي كام؟ 3 في 7 ب21. تمام؟ شكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح بإذن الله. معكم مس مي وليد. شكرا لكم جميعا.